هو ليه المصريين القدماء رقم واحد في كل المجالات؟ ده حقيقة. مش آثار بس، مش أهرامات بس، مش معابد بس، مش تماثيل عملاقة، لأ. المصريين القدماء وصلوا لمراحل عظيمة في جميع المجالات والصناعات. تعالوا أوريكم حاجة. بهرت متحف اللوفر، عملوا له ترميم أكتر من مرة علشان يعرفوا إزاي تم صناعة هذا التمثال العظيم. تمثال من البرونز، طوله حوالي 56 سنتي، مش كبير قوي بس يعتبر كبير، يعني نص متر. انتوا متخيلين الحجم؟ شايفين شكله، شايفين تصميمه، شايفين الفستان اللي لابساه. التمثال ده لواحدة اسمها كارو ماما، لكن نطقها الصحيح عند المصريين القدماء كارو ماما، بس الأجانب ما عندهمش حرف العين فكتبوه كارو ماما. كارو ماما دي كانت الزوجة الإلهية الأمون. يعني إيه؟ دي كانت وظيفة بتشغلها الزوجات الرئيسيات للملوك. العادة دي خدوها من ساعة ما أم الملكة حتشبسوت ما ادعت إن هي زوجة الإله أمون، وإنها خلفت حتشبسوت من صلب الإله أمون. فبقت الموضوع ده بقى كل الملوك يعملوا كده في زوجاتهم. فبقى في زي ما تقولوا كده سلطة نسائية كبيرة برضو في الدولة، زي ايه؟ زي الرجل. فدي اسمها كارو ماما، زوجة الملك تاكلوت الثاني، وده احد ملوك الاسرة ال 22. التمثال ده اشتراه شامبليون. اشتراه منين وازاي؟ بصراحة انا معرفش، ممكن يكون اشتراه باكو شاي باين، اصل في الفترة دي كان في مهزلة. المهم، خلوا بالكم شامبليون لقى خبيئة للتماثيل البرونزية، قصة كبيرة. التمثال ده موجود هناك بقاله من ايام شامبليون، يعني بقاله قرن باين او اكتر. عاملين له ترميم في الثمانينات. عايزين تعرفوا ليه؟ عشان يعرفوا ازاي المصريين القدماء قدروا يطعموا تمثال بالشكل ده. التمثال ده مصنوع بالكامل من البرونز المطعم بالفضة والنحاس علشان يطلع لنا الشكل ده. تعالوا نشوف الشكل ده عن قرب اكتر من كده. اهو ده شكل قلادة الأوسخ، بس من ورا بقى، لان لازم يبقى فيها التقل ده علشان ما تقعش، لانها بتبقى تقيلة. مكتوب اسمها فيه ماري موت كارميرا. انا عايزاكم بس تلاحظوا الزخارف اللي كذا دولة، مش دولة واحدة، خدتها مننا ونسبتها لنفسها وراحت اليونسكو كتبته، مع انه موجودة على التماثيل مطعم. شايفين التطعيم الفضة والذهب على البرونز اللي هو عبارة عن نحاس؟ انتوا فاهمين؟ وكمان ايه نحاس؟ المصريين القدماء خلوا النحاس اسود. يعني سبب ان اللوفر عمل ترميم للتمثال علشان يعرف ازاي المصريين القدماء عملوا التقنية دي وخلوا النحاس يكون لونه اسود. انتوا متخيلين؟ بجانب ان العين مطعمه باحجار كريمه، الباروكه لوحدها، الدراعات باين في حاجه فيها كده. يعني هو التمثال ده اتصنع جزء جزء ومتركب ومتوصل ببعضه، بس انا مش عارفه بالظبط ازاي التقنيه بتاعته، لان انا بالنسبه لي انا بحس ان كل حاجه محتاجه تخصص. يعني ده محتاج تخصص لناس يفهموا في الشغل المعدن. طبعا في ناس هتقول ان الاسره دي عشان الاسره 22 اذا هذه التقنيه لا تخص المصريين، وفي ناس هيقولوا لا ده لونها اسود عشان هي كوشيه، وفي ناس هيقولوا لا اصل التمثال ده فيه واحد شكله بالظبط في الاسره ال 25 لواحده اسمها كاشيت باين او كوشيت، نفس شكل التمثال ده. بصوا يا جماعه، شايفين المناخير؟ شايفين البق؟ دي نقطه، التفاصيل واضحه. تاني حاجه، ده نحاس اسود مصنوع منه التمثال، وده موجود في مصر والتاني موجود في مصر. لا ده موجود في ليبيا ولا ده موجود في السودان. ما احنا عايزين نفهم التقنيه عامله ازاي. فدي تقنيه المصريين القدماء. الباروكه تحفه، تفاصيل التمثال تحفتين، الستايلات اللي موجوده على التمثال مبهره. انتوا متخيلين شكله في الاضاءه عامل ازاي؟ طبعا فاكرين ان اللون الاخضر ده مضاف اليه، يعني المصري القديم عمل باللون الاخضر، لا ده هو النحاس اللي فيه جنزر او زي صدى كده فبيعمل اللون الاخضر ده. بس سبحان الله، بالرغم ان هو ده نتيجه لمرور الزمن عليه، بس برضك عمل لنا حاجه. ايه هي؟ انه خلانا نشوف تناسق الوان. البيوت الازياء العالميه بتستوحى من الشكل ده الكثير من ستايلات هما بيعملوها. انا عايزاكم تاخدوا بالكم من الجناحات.
مش ده الحزام اللي طالع موضة؟ صح؟ في حزام تاني برضو غير اللي هو طالع موضة ده، في واحد نفس الشكل، فده نفس الحزام بتاع المصريين القدماء. بصوا الحزام ده اللي مربوط بالفستان البلسيه. هي كانت ماسكه في ايديها سيستروم دي اللي هي الشخشيخه بتاعت حتحور، بس هي مش موجوده، ما لقوهاش وما لقوا التمثال ده. انا من وجهه نظري ده اعظم تمثال في العالم من حيث المعادن. المصري القديم عندهم احسن تمثال من حيث الاحجار الصلبه ومن حيث المعادن ومن حيث كل حاجه، يعني الاحجار الصلبه والمعادن رهيب. فبعد كده اللي بيحصل بقى لما اللوفر بيدرس والناس دي بتدرس، بيستفادوا بقى في الصناعات عندهم ويبتدوا يصدروا لينا، واحنا نقول واو ده الصناعه الاجنبي احسن من الصناعه المصري. ما هو اصله ده. هات لي تطعيم بالمعادن زي التمثال ده شكله بقى وهم ساندينه على حاجه كده علشان يتشاف كله. لان خلوا بالكم التماثيل دي ظهرها احسن من المنظر الامامي. ليه بقى؟ لان فيها تفاصيل برضه. يعني المصري القديم ما كانش بيعمل ايه، بيكروت الظهر، لا، التماثيل دي كانت بتتشاف كده رايح جاي. متحف اللوفر عرضه بالشكل ده. طبعا هتلاحظوا الجسم الرشيق ده كان كل الناس زمان كده، عشان تبقوا عارفين. يعني عند المصريين القدماء كانوا كل كده. ليه؟ لان هم كان اكلهم صحي، بيصحوا الصبح بدري علشان يلحقوا المعبد، علشان يلحقوا الطقوس بتاعتهم. وخلوا بالكم كان في عاده عند المصريين القدماء ان هم يتمرنوا قبل ممارسه اي شيء في المعبد. انتوا متخيلين؟ والله. وهبقى اوريكم ازاي، علشان الاسترتشات والرياضه بتخليك مستوعب حاجات كتيره جدا. مش تصحى تفطر فول وطعميه وتدبها، لا، تصحى تتمرن. هو التمثال ده كانت ماسكه ايه في ايديها وعامله ايديها بالشكل ده؟ مش لازم نعرف حتى لو الحاجه مش موجوده، بس بيبقى واضح هي ماسكه ايه. ماسكه في ايديها السيستروم، الرمز الخاص بحتحور واداه من ادواتها. السيستروم شكلها بيبقى عامل كده وبيبقوا ماسكينها، ممكن تكون واحده ممكن تكون اتنين على حسب. بتبقى مهمه جدا في الطقوس الدينيه عند المصريين القدماء اللي خاصه بحتحور. طب هي ليه خاصه بحتحور؟ تعال اقول له. حتحور كانت هي المسؤولة عن مين؟ عن حورس وهي بتربيه، فهي كانت بتخليه يسمع موسيقى وبتسكته بالسيستروم، اللي هو لغاية وقتنا هذا احنا بنستخدمها في إسكات الطفل، اللي هي الشخليلة أو الشخشيخة. والأجانب كلهم خدوا الفكرة دي من المصريين القدماء، فارتبطت السيستروم بحتحور كرمز للأمومة. فكان لازم في الطقوس الدينية بتاعتهم يمسكوا السيستروم دي برضو كانت بتمسكها باستت، لأن برضو السيستروم مع استخدامها بيهزوها بطريقة معينة عشان تطلع نغمات معينة فبتخليك تشعر بالسعادة. فطبعا احنا عارفين ان باستت هي اللي بتخليك تشعر بالسعادة. طب هي وصلت لينا بالشكل بتاعها على شكل الشخشيخة، وصلت لينا على شكل الصاجات بتاعت الرأس، هي نفس الفكرة. عايزة اقول لكم حاجة حلوة. انا سمعت من اخواتنا المسيحيين في مصر ان هم بيستخدموا نفس الشخليلة في الطقوس الدينية بتاعتهم. يا ترى اللي انا سمعته ده صح ولا غلط؟ عشان تعرفوا ان التاريخ المصري ما انتهاش وما خلصش ومش خاص بشعب واحد عندنا، لا، ده المسيحيين عندهم، المسلمين عندهم، الاسكندرانيين عندهم، السيناويين عندهم، السيوة عندهم، بتوع النوبة عندهم، كله، بتوع الصعيد عندهم، بتوع الدلتا عندهم، كل واحد عنده جزء من التراث المصري. مفيش حد محتفظ بالتراث لوحده. ممكن نشوف حاجة مفقودة بس بنبقى عارفين هي ايه.